رغم القانون الظالم في هذه اللعبة، ولكن الحمد لله كسبنا، وكسبنا بأربعة زي ما أنا قلت. ملك التوقعات قلت المغرب هتكسب 4-3 امبارح. الله عليك يا ملك التوقعات، الله على المغرب، الله على الفوز بصعوبة. الفوز بصعوبة ممتع، يشدك، يفرحك، يخليك تحتفل. خلاص جاءت 3 ثواني الكرة اوت، لو لعبها الراجل عندهم هناك خلصت. لا، من حسن الحظ يلمس بس وشه كده، يلمسه، ما فيهاش اي حاجة. يقول لك ضربة ثابتة مباشرة زي ضربة الجزاء، فتيجي في العارضة بعد الماتش ما ينتهي الاجمل بقى يقول لك ضربة ثابتة، عشان نبقى خايفين يتعادلوا، عشان نبقى نتمنى الكرة تتصد، والحمد لله تيجي في العارضة وتقول مش هنفذ القانون، قانون اللعبة الظالم. راح يتعامل مع هذه المقابلة، إذا تعامل معها بجدية بدون شك المنتخب الإيراني راح يفوز، راح يتأهل للدور الثاني، وده ما نتمناوه للمنتخب هذا. وأشرقت شمس المغرب من أوزبكستان، المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم في مواجهة البرازيل بعد تغلبه وفوزه على منتخب إيران في مباراة مثيرة، مباراة عجيبة وغريبة، ولكن الحمد لله المنتخب المغربي سحق إيران، وعلى الرغم من الاستهتار اللي حصل من حكم المباراة في آخر الوقت، ولكن اللي يراهن على المغرب دايما كسبان، اللي كيراهن على الأسود دايما ربحان. هنيئا لكم، وأنا بقولها بعلو صوتي، المنتخب المغربي قادر على الفوز بكأس العالم للفوتسال. والله صمود وشموخ أبناؤنا اليوم جعل أجسادنا تقشعر، جعل أبداننا كلها، وكأن في روح، وكأن في غيرة، وكأن في، أنا بصراحة استمتعت. وعلى الرغم إن الواحد كان قلقان كده، لأن خلاص المنتخب المغربي بيبدأ الشوط الثاني وهو متقدم ب4 أهداف مقابل هدف، وفوجئنا بالمنتخب الإيراني بادئ بداية شرسة بيسجل هدفين متتاليين، وقلنا ده هيحصل مصيبة، هيحصل مشكلة، ولكن صمود وشموخ أبنائنا جعلنا نستريح بعض ما، نشعر بالأمان. الفرنسيين يا إيراني اديهم 4 زربوات، وأمام المغاربة خدهم تاني، اكسب فرنسا بتاع إيران. إنما قدام الأسود المغربية بتاعتنا ده مستوى وليفل تاني. الأسود المغربية بعد الإطاحة ببطل أمريكا الشمالية بسداسية في المجموعات، الآن تلقي بعملاق آسيا داخل إيران. بطل أمريكا الشمالية انشمط من الأسود المغربية بسداسية في المجموعات، وكان له سبب مباشر في إلقائه خارج البطولة. الآن الإيرانيين أبطال ومرعبين آسيا يسقطون كلاكيت رابع مرة على التوالي ب4 زربوات، ده خد 6 وده خد 4، وكلاهما الاثنين انهار امام الاسود. استر والنبي، يا رب يا رب الكرة تضيع، استر يا رب، لا اله الا الله. ايه ده ايه القرف ده؟ استر يا رب، يا رب تضيع، يا رب يا رب يا رب يا رب. الله اكبر، مش هتقدروا تظلمونا، مش هنقدر، مش هنخسر، مش هنطلع، هنفضل وهنعدي. الله 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 على المغرب، الله على الأسود، الله على الأبطال، الله على هشام الدكيك، الله على اللعيبة المغربية. الله، رغم الظلم اللي بيحصل فينا قدرنا ان احنا ننتصر، قدرنا ان احنا نعدي، قدرنا ان احنا نفوز في الثانية الأخيرة دي. مش عارف في يوم مبروك يا مغاربة، منتخب المغرب بيصعد لربع النهائي في كأس العالم للفوتسال. مليون مبروك، كسبوا إيران 4-3 يا اخوانا. الشوط الاول خلص 4-1 وكنا مرتاحين ومبسوطين والمغرب هيكسب سكور وخلاص وتمام. للاسف الشوط الثاني ايران حطت جونين بقت 4-3. اخر دقيقتين دولت في الماتش عنده كانهم سنه، اقسم بعزه الله عنده سنه، اتحرق دمنا يا اخي، اقسم بالله العظيم جالي الضغط والسكر في اخر دقيقتين دول. مش عايزين يعدوا كل دقيقه كوره على المغرب، دي على مرمى المغرب، على مرمى المغرب. وطرونا طبعا اعصابنا، بس الحمد لله رب العالمين للمره الثانيه على التوالي منتخب المغرب في ربع نهائي كاس العالم. ربع النهائي ديال كاس العالم، ومبروك علينا المدرب دقيق والوصفه السحريه لقجع. مبروك علينا، قصينا ماشي اي منتخب، قصينا اقوى منتخب في اسيا، ايران وحلفاؤها. مبروك علينا،
المنتخب الوطني المغربي يدخل التاريخ ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم ديال الفوتسال. مبروك علينا. لو كان المغرب ما كسبش النهارده يبقى فيه ظلم وما فيش عدل. ايران لا يستحق الفوز، دي فرقه مغلوبه 4-1 الشوط الاول. ايران فرقه محترمه وكل حاجه، لكن المغرب هو اللي يستحق. التحكيم في ايه مش عارف، لقيت ضربه جزاء في اخر ثانيه. ايه ده يا عم ده؟ ايه ده يا عم ده؟ بصراحه ظلم بصراحه كبير. مبروك لرجاله المغرب، رجاله. الراجل بيبان في المواقف الصعبه. النهارده موقف صعب، بتلاعب فريق تقيل جدا، فريق ايران ده تقيل جدا. قدروا الرجاله بمعنى الكلمه ينتصروا على ايران، يستحقوا الانتصار. ومبروك وناقصين ودزنا. اوزباكستان يا بابا، وبخارا يا بابا، وتاشقان يا بابا، اوزباكستان يا بابا. الله الله يا بابا، والسلام عليك يا بابا. الله يا بابا، والسلام عليك يا بابا. اوزباكستان يا بابا، وبخارا يا بابا، ومركو يا بابا. انتو تستحقوا الربح يا رب يا رب. لبيك اللهم لبيك يا بابا. الله يا بابا، والسلام عليك يا بابا. الله يا بابا، والسلام عليك يا بابا. اوزباكستان يا بابا، وبخارا يا بابا، ومركو يا بابا، ومركو يا بابا، ومركو يا بابا، ومركو يا بابا، وبخارا يا بابا. سلم ليها يا بابا. الحمد لله. المباراة كانت صعبة ولكن باش باق الله يعاون السيف. ايران دارت جميع الحلول ديال الارض ديال السماء ديال ما نعرف باش تربح المنتخب المغربي داخل الصالات، والحمد لله جبناها. الربع النهائي جابوها يا الولاد، جابوها. راه ماتش، راه الخيال. تخيل كنا رابحين ب4-1 تولينا غاديين ب3-4، تولينا كنلعبوا على الاخطاء. حتى كانت غادي تلعب بطاقه حمراء اللاعب، حتى كان غادي تلعب بيلانتي، تحبس الوقت، تزاد الفار، تصفرت النهائيه ولات تلعب كره. مهم ماتش مخربق وجابوها السبوعه، وديما مغرب والله الوطن الملك. فأنا قلت لكم أنه هذه المباراة ستختلف على المباراة ديال البرتغال. الدور الأول خصك تأهل. المباراة ديال البرتغال حنا اللي كنا كنبادروا وارتكبنا الأخطاء. اليوم كان عندنا الوقت فين نجريو، ما مزروبينش. القوة ديال اللاعبين اللي كانت في الشوط الأول سجلوا بها 4 الأهداف. عرفنا أن المنسوب البدني غينقص لأنه ما عنديش نفس العدد ديال اللاعبين، فلذلك بدينا تنجريو تكتيكمون. درنا دفاع المنطقة ونوعنا في الستيل، لعبنا 2-2، لعبنا 3-1. بارفو كنا كنشونجيو في دقيقه، تقريبا دارت الكره ما بين 6 ديال اللاعبين. هذا شرف كبير صراحه. كنا هازين الحلم ديال ان خصنا نفرحوا 40 مليون نسمه بحكم اننا خسرنا المقابله الاخيره ديال المنتخب البرتغالي. الحمد لله تخلصنا شويه من الضغط ودخلنا المباراه الكل في الكل، والحمد لله كنهديو هذا الفوز للجمهور المغربي. وان شاء الله المسيره مازال